الامر الاخر، تعالى يا سيدي يا ايها الوسط الديني، خد الفخ العلم ده. ربنا بيقول لنا فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني بعد ما اقرأ استعيذ؟ بعد ما اخلص قرايه استعيذ؟ ولا استعيذ قبل القراءه؟ ظاهر النص بيقول ايه؟ ظاهر النص بيقول فاذا قرأت القرآن، يعني خلصت قرايه قبل ما تخرج قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب ده صح ولا الصح ان انا استعيذ قبل القرايه؟ ايه رأيكم؟ 3 اقوال، والله 3 اقوال للفقهاء. كون بقى واحد يختصر لك الاقوال ال3 ويقول لك هي قول واحد، اما ما قراش، واما انه اناني عاوز يفهم وغيره ما يفهمش، او انه بيصادر اهل العلم وعاوز يبقى هو المرجعيه للعلم. بس ربنا بيقول لنا وفوق كل ذي علم عليم. فلما تسمع واحد يقول لك رأي وحتى لو كان مقنع، ما يمنعش ان في رأي تاني ممكن يكون اشد قناعة. طيب اكثر الفقهاء بيقولوا ان الاستعاذة تكون قبل القراءة. صحيح هذا يخالف ظاهر النص، بس قالوا احنا مضطرين الى ان احنا نخالف ظاهر النص من اجل ان الاستعاذة معناها التجاء الى الله عز وجل بابعاد الشيطان عما بيننا وبين كتاب الله. فاذا قرأناه اذا الشيطان ما جاش، لكن قبل ما نقراه احنا بنستعيذ علشان نبعد الشيطان ونبدأ نقرأ القرآن الكريم بصفاء وبتقوى. فلو انت قرأت القرآن الكريم خلصت قرايه هتستعيذ بالله ليه؟ يبقى اذا انت محتاج الاستعاذة قبل القرايه عشان تتمكن من الدخول على القراءة بدون وساوس شيطانية. الرأي الثاني بيقول لا لا لا، انت بتدخل عقلك في ظهر النص، ما تحترم النص والتزم بيه. وده رأي رواية عن ابي هريرة الصحابي الجليل، وبه قال الامام ابن سيرين وده من كبار التابعين والنخعي. قالوا ايه؟ قالوا ان احنا هنلتزم بظاهر النص، وظاهر النص بيقول لنا فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا الاستعاذة تكون بعد القراءة. خلصت قرايه استعيذ. حد في حضراتكم سمع الرأي ده؟ اهو الرأي ده قال به ابو هريرة في احدى الروايتين عنه، وهو قول ابن سيرين وقول النخعي، ودول من كبار التابعين، ابن سيرين والنخعي وبعض اهل العلم، ويتفق قولهم مع ظاهر الآية القرآنية. فانت هتلتزم بظاهر الآية القرآنية ولا انت هتلتزم بالتأويل وتقول اصل القراءة محتاجة ابعاد للشيطان فانا لازم استعيذ قبل ما اقرأ؟ ده معنى وده معنى. القول الثالث قال به الامام الرازي او حكاه الامام الرازي عن بعض اهل العلم، قال والله هذا جائز، ان شئت استعيذ قبل القرايه وان شئت استعذ بعد القراءه، ده حقك وده حقك، فمش هنمنع حقك انك تستعيذ قبل او بعد. ان اخذت بالاستعاذه قبل القراءه يبقى انت دخلت المعنى اللي ذكره جمهور الفقهاء، انك بتبعد الشيطان عن ما تصرفه عن ما علاقتك ما بينك وبين كتاب الله. ولو اخذت بالرأي الثاني اللي قال بيه ابو هريرة في احدى الروايتين وقال بيه ابن سيرين والامام النخعي، يبقى انت التزمت بظاهر الآية القرآنية وراجل بتنفذ الظاهر في النص، ومحدش يقدر يعتب عليك هذا الفهم. فإن شئت قبل القراءة استعذ وإن شئت بعد القراءة استعذ. يبقى كم قول؟ 3 أقوال. مين يجرؤ يحسم الأقوال ال3 في قول واحد؟ إلا عند كل إنسان في ذاته. يعني أنا من حقي أختار أحد الأقوال ال3 وأنفذه على نفسي، بس لما اخترته ونفذته على نفسي ما ينفعش أفرض رأيي عليك ولا قناعتي عليك.
ولو سيادتك اخدت رأي مش من حقي انكر عليك، ولا انت من حقك تنكر عليا، لان التلات اقوال كل قول منها له منطق، وكل واحد بيجتهد من اجل ان يبحث عن مظنة مراد الله عز وجل من النص. شفتوا حكم الاستعاذة